السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأهلي مش مكفيه كتابة التاريخ، الأهلي مش مكفيه كتابة التاريخ في الكورة وفي أرض الملعب والبطولات والانتصارات والإنجازات. الأهلي بيكتب التاريخ كمان بره الملعب. الأهلي الأول أفريقيا بمسافة بعيدة عن اللي بعده، والتاني عالميا متفوقا على مدريد وباريس سان جيرمان والسيتي والنصر بتاع رونالدو وانتر ميامي اصلا مش موجود، وبيتكلم وبيثبت نفسه داخل الكوره وخارج الكوره وفي كل حته. وامام عاشور بيخرس الجميع وبيرد في الملعب وبيثبت اهلاويته وانتمائه لفريقه الجديد في الملعب. وفوريرتا ابو تريكه طالعه من امام عاشور يا جدعان، وهقولها للمره، مش عارف انا قلتها كام مره قبل كده، ولكن هعيدها تاني وتالت ورابع ومش هجيب سيره الموضوع ده تاني. نصيحه لكل حد بيشجع كوره، وبصراحه مش هختص الاهلاويه قوي لان الاهلاويه حزنهم قليل. كلامي معروف لمين؟ للزملكاويه. نصيحه مني، هتعلق مودك على فرقه او على لاعب، هتعلق حياتك وحزنك وفرحك على كوره او على لاعب او على فرقه، انت الخسران. هقولها لك تاني وكلام والله ما حد بيقوله. لعيب الكوره خسر او كسب بيكسب، مدير الفني خسر او كسب بيكسب، مجلس الاداره كل الناس خسروا او المتعلقه بكره القدم خسروا او كسبوا بيكسبوا، المذيع الفرقه خسرت او كسبت بيكسب، الحكم الفرقه خسرت او كسبت بيكسب، اليوتيوبر اللي زينا الفرقه خسرت او كسبت الحمد لله بعد تعب سنين بيكسب. انت يا جمهور يا كل الاحترام ليك الوحيد اللي مش مستفاد. فنصيحه مني ليك، ما تعلقش حزنك او فرحك او مودك اليومي على فرقه. ازعل زعل لحظي، ولكن بعد كده عيش حياتك، شوف نفسك، فرح نفسك. ولو بتشوفني وما بتحبنيش ما تضايقش نفسك وما تشوفنيش او اعمل لي بلوك زي ما بقول لك. دي نصيحة مني ليك. انت حابب بقى تعلق حياتك ومودك وحزنك وزعلك على فرقة او لاعب، حاجة ترجع لك انت اللي بتختار. انا لما بزعل او بفرح او الكلام ده بيبقى مجرد لحظي، بيبقى رياكت على ماتش فرد فعلي، لكن بعد الماتش انا بنسى تماما اللي حصل وعودت نفسي على كده. يمكن لما كنت صغير كنت بزعل وبفرح وبعلق مودي بالكلام ده، لكن لما كبرت عقلت شويه عشان اكون صريح معاك. ويلا نبدا حلقتنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد على قناه اليوتيوب، ومعاكم اكبر بائس محلي بطل الدوري والكاس 2021 راموس الغلابه. قبل اي حاجه كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك يعمل شير واشترك في القناه لو مش مشترك عشان يوصل لك كل جديد. ولو ما عملتش كل الكلام ده على عيني وعلى راسي، نورتني وشرفتني. ونبدا حلقتنا باول خبر. الاهلي الاول افريقيا والثاني عالميا، متفوقا على ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ والنصر السعودي بكريستيانو رونالدو، وميسي مش موجود اساسا مع انتر ميامي. وهقول لكم في ايه في التفاعل على الفيسبوك. طيب واحد هيقول لي يا عم ايه ده؟ وانت اي حاجه اهلي تقولها لنا وخلاص؟ اي حاجه اهلي اولا بقولها لكم وخلاص. وليه قلت كلمه التفاعل؟ هقرا لك الخبر الاول. الحساب الرسمي للاهلي عبر فيسبوك يحتل المركز الثاني ضمن اكثر الانديه تفاعلا على مستوى العالم، والاول على مستوى قاره افريقيا خلال شهر سبتمبر الماضي. ليه قلت لك الكلام ده؟ عشان التصريح اللي طلع من الاستاذ مصطفى الفخراني اللي قيم خلاص وحدد، هو مؤرخ جامد جدا، فقال لك الزملكاويه في مصر 30 مليون والاهلاويه 29 او 28 مليون، والمهتم بالكوره من الزملكاويه 10 مليون، والمهتم بالكوره من الاهلاويه 5 مليون. اذا الزمالك الاكثر شعبيه في مصر، اذا الزمالك من حقه الرعايه الاكبر لو بالشعبيه. فانا حبيت ارد عليه بالبوست ده. انت بتقول ان المهتمين بالكوره الاكتر هم الزمالك 10 مليون والاهلي 5 مليون. طيب انا هرصد لك دلوقتي الخبر اللي بيقول ان الحساب الرسمي للاهلي عبر الفيسبوك هو المركز الثاني على مستوى العالم والمركز الاول على مستوى افريقيا. بالنسبه لافريقيا، الاهلي الاول على الفيسبوك ب 15 مليون و200 الف، الرجاء الثاني ب 4 مليون 24 او 240 الف، الثالث الوداد ب 3 مليون و15 الف او 150 الف، الزمالك الرابع ب 2 مليون
36,000 أو 360,000 مش عارف. الخامس سيمبا ب2 مليون. يعني الفرق ما بيننا وما بين سيمبا 36,000، والفرق ما بيننا وما بين الأهلي 13 مليون تفاعل. يعني 15 مليون متفاعل مع الأهلي على الميديا، وانت بتقول ان الزمالك 10 مليون مهتمين و5 مليون مش مهتم من الاهلي مهتمين. طبعا كامل الاحترام لكل مشجعين الكرة لان مش كلهم مهتمين بالميديا عموما، ولكن دي احصائية بالنسبة للفيسبوك. بالنسبة بقى على مستوى العالم فبرشلونة رقم 1 23 مليون، الاهلي رقم 2 15 مليون و200 الف، ليفربول رقم 3 11 مليون و700 الف، ريال مدريد رقم 4 9 مليون 36 ألف، النصر رقم 5 طبعا عشان رونالدو 8 مليون و80 ألف. فين بقى ال10 مليون زملكاوي المهتمين؟ مش شايفينهم ليه على الميديا؟ طبعا حد هيقول لي ما هو ال10 مليون دول مش مهتمين بالميديا. معقولة؟ ال10 مليون زملكاوي المهتم بالكورة ومهتم بالزمالك مش مهتمين بالميديا؟ وال5 مليون عند الاهلي المهتمين بالاهلي وبالكوره بقوا 15 مليون على الفيسبوك؟ كلام غير منطقي بالمره. لما برد عليه بكلام منطقي بيثبت عدم صحه الكلام الغير منطقي. خش قول لي متزملك، خش قول لي مش زملكاوي، هفضل ارد عليك بالمنطق وبالعقل. دي الخلاصه وده الرد المفيد، ودي خلاصة الكلام، وده اللي بيثبت شعبية مين الأكبر، اللي مش محتاج إن هي تثبت لأن هي معروفة منذ الصغر. منذ الصغر معروفة مين شعبيته أكتر، مش هنضحك على نفسينا. الخبر التاني اللي معانا هو مش خبر، هو إمام عاشور اللي بيرد على الجميع، اللي بيخرس الجميع، اللي بيخرس الألسنة، اللي بيشكك في انتمائه للأهلي حاليا، اللي بيشكك في حبه أو مكانه الجديد اللي هيخلص له، اللي بيشكك في أدائه، اللي بيشكك في إن هو مستواه قل، اللي بيشكك في حبه أو طريقة تعامله مع زمايله والمشاكل بينه وبين زمايله وعدم تأقلمه مع النادي الأهلي. فإمام عاشور بيرد في الملعب. أنا أصلا ملاحظها جدا جدا من أول ما راح الأهلي، وهو كده عامل كده عشان يجيب جول، بيفرق عشان يجيب جول، عارف ان الجول اللي هيجيبه هو فتحة انطلاقته الحقيقية مع النادي الأهلي، رغم ان هو صانع 3 أهداف، رغم انه صانع 3 أهداف، ولكنه كان مستني يحرز هدف عشان يفك شريط حياته الجديدة وصوراته وجولاته في الملاعب مع النادي الأهلي وبالتيشيرت الأحمر. وبالفعل أول هدف بيحرزه سبحان الله بيكون صناعة كهرباء، وبيكون في الدقيقة 45 ثانية، ذكرى المؤلمة بالنسبة لنا وهي ذكرى القضية. ممكن الناس اللي قالت إمام مش متأقلم، إمام متخانق مع لعيبة الأهلي، إمام مستواه قل، إمام في أول 4 ماتشات مع الأهلي بيصنع 3 أهداف وبيسجل هدف. بداية ولا أروع، مفيش خلاف. أصلا إمام ما كانش محتاج تقييم وهو رايح الأهلي. إمام رايح الأهلي وهو أحسن لاعب في مركزه في مصر وفي أفريقيا بدون منازع. كنت بقولها صريحة، كان اللي يقول لي ديانج ولا إمام أقول له إمام، كان اللي يقول لي مروان ولا إمام أقول له إمام. إمام لاعب جريء، إمام أنا بقولها هو، إمام هو بلينجهام النادي الأهلي. يا سيدي بطبل، أنا بطبل للعبة الحلوة. إيه الفرق ما بين انطلاقات إمام من نص الملعب أو لناحية المرمى وما بين انطلاقات بلينجهام؟ طبعا مع فرق الإمكانيات أنا عارف، لكنه عنده نفس الجرأة الهجومية، عنده نفس النزعة الهجومية، عنده نفس الحس التهديفي. الجول اللي جه ده مثلا شفتوا جه خدها ازاي؟ طيار، انا مش شايف قدامي. امام عنده سنة دريبلينج كويسة، بيعرف يعدي 1 لواحد، بس مش اللي هو الفنت بقى وبيعدي، لا يعني بيحود ويعدي كده. انتوا فاهمين؟ الناس اللي فاهمه الكوره فاهماني. هو مش دريبلينج عالي، لكنه اعلى من نص ملعب، اي نص ملعب موجود في مصر في ناحيه المهاره. ولكنه مثلا مش بركات، مش امير سعيود مثلا، مش حسام غالي، مش في مهارة حسام غالي، ولكنه بيعرف يعدي وبيستغل سرعته وبيحط جسمه. انا شايف هدفه اللي جابه ده
شبيه لهدف بلينجهام، لان بلينجهام لما خد الكرة وعدى هو ما عداش من حد، هو جرأته اللي فاجأت دفاع نابولي. جرأته اللي فاجأت دفاع نابولي ان كله كان مستني يباصي، كان مستني يرجع لورا، كان مستني يرميها على الطرف، ان هو فضل متجاري ومكمل. الواحد بس اللي هاجمه اللي ضغط عليه لمه مش بمهارة، حود الكرة كده بس ولمه وحطها في الجول. نفس جول امام عاشور اللي جابه امبارح. طبعا انا عارف ان المسافة اقرب، لكن امام عاشور برضو خد الكرة وانطلق وجري، محدش هاجمه، محدش ضغط عليه، لان محدش توقع ان هو هياخدها ويجري. كله قال لك ممكن يشوط، كله قال لك ممكن يريحها لموديست، كله قال لك هيباصي على الجناب، انما هو خد الكرة وانطلق وعدى من المدافع وشاطها في سقف الشبكة على طول. فما فيش نص ملعب في مصر عنده جرأة امام عاشور وحسه التهديفي، مفيش. عارفين مين برضو لو بقى عنده الجرأة دي هيبقى احسن لاعب في مركزه في مصر؟ محمد هاني. محمد هاني مهاري جدا جدا جدا، لكن مشكلته خواف، بيتخلص من الكرة بسرعة، عايز يرمي العرضية وخلاص، لكنه لما بيستغل مهارته لما بيتزنق بيعدي، وبنشوفه بيعمل سبعات وبنشوفه بيعمل فنتات، ولاعب مهاري جدا لكن ينقصه الجرأة. مروان عطية برضو عنده سنة المهارة والحس التهديفي، لكن ينقصه الجرأة. ديانج عنده الجرأة دي، عشان كده بيهدف كتير وبيصنع كتير وبيتسبب في ضربات جزاء. ده رأيي الشخصي. امام عاشور مش محتاج تقييم. اما بالنسبة لموديست مش هقيمه دلوقتي، رغم ان انا قيمت برونو سافيو من تاني ماتش، ولكن مش هقيم موديست دلوقتي لان الاهلي ما لعبش عرضيات، لكن ما ينفعش تجيب مهاجم عشان العرضيات وبس. هقيمه بعد رابع ماتش وهقول رأيي فيه بصراحة. كريستو خد فرص كتير، فخلي بالك على مكانك في الاهلي يا كريستو. بس انا كده خلصت حلقتي النهارده. اتمنى كل اللي يشوف الفيديو لايك شير كومنتات كتير عشان الفيديو يوصل لكل الناس، واشترك في القناه لو مش مشترك عشان يوصل لك كل جديد، ولو ما عملتش كل ده فانت نورتني وشرفتني. سلام عليكم.